ألذ مكبوس في حياتك يمكن تاكله، هذا ما يصير إلا في الأحساء. مكبوس الصاغة اللي يتميز ببهاراتهم المتخصصة فيهم. تعال أي طريقة ونعلمك مكبوس الصاغة الحساوي. مرحبا والسلام عليكم. يعني ما تقول إلا ذهب عيار 21. أول مكون بالنزلة اللي تشوفونه البصل. بنقول بسم الله وبنحمس حمسته تزين طبخته. الله يطول. بسم الله وتحمس اللي هو معجون الطماط. المكون يعتبر الثالث. طبعا صب عليه لوم وحساوي يا جماعة الخير عشان تروح زفورته. نزلنا الدجاج نغطيه عشان ياخذ تقميره، تاخذ شوي. بعد مرور تقريبا ربع ساعة واحنا كاتمين على الدجاج. شوف شلون عرقت. تعال قرب. خليناها تعرق يا جماعة الخير عشان تروح وين بهارات الصايغ. ما نعرف شو اسمه تتكون من، لكنها مشهورة يا جماعة الخير. الكمية إذا تبي كمية تاخذ معلقة أكل حق كل شيء. العيش عندنا منقع. شوف حبته شلون فخرت بماء ساخن تقريبا ساعة ونص. سمن جديد عشان نرش بالعيش فوق ونشرقه شراق وناخذ شيء جاي بس عشان تستوي الدجاجة. نرفع النار على ننزل الملح الخشن اللي شفتوه على كيل. الحين تقصر عليه وتخليه على راحته يا جماعة الخير. نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شلون يبغبغ تبغبغ. والله جهزت الحين دجاجاتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي هو البهار اللي حلاها وزنها بنزلها فوق العيش بنخليها. وبعدين آخر مرحلة تنزيل الرز. شفته هذه البهارات بتطلع لك شيء مرتب. يلا الحين ايش بنسوي؟ بننزل الدجاجة فوق العيش. هذه الحبة الثانية. تحميرة الدجاجة احنا عجبتنا كذا، عشان كذا احنا ما دخلناها في الرز. 10 دقائق بإذن الله مكبوس الصاغة بيجهز. جهزت طال عمرك مكبوسنا. مكبوس الصاغة نقول بسم الله. اوف اوف اوه ما شاء الله تبارك الله. ميت هات الدجاج ميت يا جماعة الخير. تفتفت عظامته هون يا بحر. ما في مشكلة. نقول بسم الله. اوف. طبعا الدجاج مات يا جماعة بس شو تسوي؟ طال عمرك ما يسوى الا في الحاسة